السلام عليكم. احنا اخرنا الفيديو النهارده مع الرغم ان في ماتش بكره مهم، عشان كان في ماتشات كتير قوي النهارده للاهلي في الالعاب التانية يعني وكده. كان الساعه 2:30 ماتش الاهلي ووادي دجله 17 سنه، والاهلي فاز في ملعب وادي دجله 2-0 تقريبا او 3 مش فاكر. والعصر كان في ماتشين بنات، ماتش طايره كانوا بيلعبوا تقريبا هليوبلس على اللي يصعد قبل النهائي، وفازوا 3-0 ومنتظرين اللي هيكسب من وادي دجلة والشمس. وكان في ماتش يد الأهلي والزمالك، طبعا الكومبارس بتاعنا الحقيقي يعني، وفازوا 33-21. ومن شوية كان في ماتشين مع بعض في وقت واحد، ماتش باسكت كانوا بيلعبوا الجزيرة، أحد أقطاب الكرة السلة في مصر طبعا زي ما احنا عارفين، وفازوا 80-67. وبعدين كان في ماتش سهل بقى في الطايرة، حتى الراجل ما لعبش الثلاثة الكبار بتوع الفرقة، ما لعبش عبد الله ولا لعب احمد صلاح ولا لعب احمد سعيد، لعب بالاحتياطي كله، حتى المحترفين نزلهم شويه صغيرين كده، وبدأ بالناس كلها العاديين، حسام طبعا واحمد قطب اللي نفسي يرجع لمستواه، وفازوا برضو 3-0. النهارده كان يوم اهلاوي بامتياز، ربنا يكرم بقى ويبقى بكره كمان يوم اهلاوي ان شاء الله. عايزين احنا مع بعض كده نقول التشكيل، ايه رأيكم؟ هنلعب 4-2-3-1 ولا هنلعب 4-3-3؟ الناس الأهلاوية الحلوين اللي معانا كده ايه يشاركونا في الموضوع. أحسن ماتشات الأهلي بيلعبها ب4-3-3، يعني بيحط 3 في نص الملعب، مش بيحط 2 وقدامهم 1-10، واحد من ال3 اللي في نص الملعب دول بيشتغل 10، زي في ماتش الزمالك مثلا لما حمدي فتحي عمل. والماتشين بتوع كأس العالم للأندية الأولانيين اللي كسبناهم كنا بنلعب بالطريقة دي، وكان السولية اللي بيعمل. طبعا بعد كده غير ولعب بقفشه في الماتشين التانيين، وكنا مش وحشين صراحة، بس ما حصلش نصيبنا. فبكرة هنبدأ ازاي؟ اكيد الشناوي زي ما احنا عارفين ما فيش غيره يعني، اللي اذا حصل وربنا يعني يصلح الحال وما يكونش في حاجة ان شاء الله. وهيبقى الاتنين قلب الدفاع ما فيش غيرهم اصلا عنده. آه، محمد عبد المنعم هيلعب باك ناحية الشمال ورا علي معلول يعني، وياسر ابراهيم هيلعب باك ناحية اليمين ورا محمد هاني. احنا مش مختلفين طبعا على علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ومحمد هاني. خالد عبد الفتاح راجع بس صعب شويه، صعب قوي، لان الاجانب اصلا ما بيجازفوش بالناس المصابين. الثلاثه اللي في نص الملعب بقى في اتنين احنا متفقين ربنا يكرم بس يرجعوا يعني لمستواهم اللي كان قبل كاس العالم للانديه، وخصوصا ديانج، لان ديانج من ايام كاس العالم للانديه هو يعني صعب قوي، يعني عايزينه يشتغل شويه ويرجع يلعب كاس عالم أندية الفتره اللي كانت قبل كاس العالم للانديه. ديانج وحمدي فتحي دول اساسيين. في بقى نقطة خلاف هنا، هل هيحط مروان عطية ولا هيلعب بالقندوسي؟ واعتقد انه هيلعب بالقندوسي، يعني لعيب عالي كورته حلوة بيلعب كرة على الارض، هو اللي هيكمل 10 مش حمدي فتحي، وبيكمل في 18 وبيلعب براسه كويس. دول الثلاثة بتوع نص الملعب. هيحط بقى 3 قدام، ما حدش يقول لي حسين، لان حسين جاي من اصابة، وقلنا الراجل 100 مرة مش هيجازف بحد مصاب، ولا هيحط احمد عبد القادر كمان. هو هيبدأ بطاهر حبيبه قدام علي معلول، وفي الفترة الأخرانية طاهر وعلي معلول عاملين شغل كويس مع بعض. فأعتقد إن هيبدأ بطاهر ناحية الشمال، وهيبدأ ببيرسي تاو عشان الناس اللي زعلانة من بيرسي تاو، هو هيبدأ ببيرسي تاو وما تحاولوش، يعني مش هيبدأ بطاهر يمين وأحمد عبد القادر شمال. أحمد عبد القادر مش هيبدأ، لأن أحمد عبد القادر برضه أحمد راجع من إصابة، فيبقى الموضوع صعب عليه شوية. فطاهر، لأن الماتش ده عايز جري كتير، لأن الفرقة دي فرقة رخمة. قدام بقى هو واحد من اتنين، يا كهربا يا شريف، والراجل بيحب كهربا، وكهربا عنده راس الحرب رقم واحد. وموضوع لعب كهربا بيبقى صعب على كولر شويه، لان الراجل عايز يبدا بكهربا على طول، بس خايف من ان كهربا يجي يوم ويتوقف، هيرجع يدور على واحد يبدا بيه تاني. النهارده كان في خبر كويس ان الاتحاد الدولي جمد الايقاف، جمد ايقاف كهربا لحد
الانتقالات الصيفيه الجايه. في الانتقالات الصيفيه الجايه لو كهربا ما دفعش هيتوقف، وهيتوقف 6 شهور تانيين. ولو دفع تاني يوم هيفضل موقف ال6 شهور، خلاص مش زي الايقاف اللي قبل كده. الايقاف اللي قبل كده كان ايقاف مع الدفع، لو دفع يرجع يلعب، فما كانش الباشا راضي يدفع فتوقف ال6 شهور على بعض. لكن المره دي هو لو توقف مش هيرجع يلعب خالص الا اذا ال6 شهور خلصوا، ويكون دفع كمان برضه. وان ما دفعش هيجددوا الايقاف تاني. عشان الناس بس اللي بتقول ان كهربا هيفضل الايقاف بتاعه لسه شغال، لا هو مش شغال. النهارده اتجمد يعني، ثبت على كده لحد العب يا ابني وهات فلوس، عشان انت راجل فوق ال30 سنه زي ما هم دايما معودين الناس اللي هم الكبار ان هم يشتغلوا معاهم عشان يجمعوا فلوس. والمحامي بتاع كهربا يعني قدم حاجات كتير للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي يعني والمحكمة الرياضية عشان الراجل يلعب ويجيب فلوس يدفع. موضوع بقى الوديعة البنكية والحاجات دي مالناش احنا دعوة بيه، احنا عايزين ماتش بكرة. يبقى احنا متفقين ان الشناوي الراجل هيلعب 4-3-3. لو لعب 4-2-3-1 وفاجئ الفرقة دي بتلعب كرة على الأرض وبيطلعوا من ورا كويس وبيلاقوا بعض، والموضوع رخم وماتش مش صعب ومش سهل. يعني ما حدش افتكر ان احنا بنلعب مثلا برشلونة ولا ريال مدريد. ايه يا جماعة، احنا بنلعب سان داونز، فرقة يعني في افريقيا عادية يعني. بس نلعب 3-3 4-3-3. يبقى الشناوي، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الثلاثة بتوع نص الملعب خلاص متفقين. حمدي فتحي، ديانج، القندوسي. حد هيقول لي قفشه فين؟ قفشه ملوش دور في الفرقة دلوقتي خالص الا اذا كنا مغلوبين لا قدر الله يعني. بس اكتر من كده ما اعتقدش. طبعا الثلاثه اللي قدام زي ما احنا قلنا طاهر وبيرسي تاو. وبيرسي تاو متالق على فكره بيرسي تاو ده لعيب كبير، بس هو اصاباته الكتير هي اللي مخليه مش عارف يخش جوه الفرقه. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إن شاء الله هنكسب يعني يا رب. ونحافظ على ال3 نقاط اهم حاجه إن شاء الله. 3 نقط بكره، إن شاء الله. عشان حاجة. دي لو خسرنا منهم بكره الناس ديت هتروح ماتش الهلال السوداني، مش هتلعب على الفوز، هتلعب على التعادل عشان تاخد نقطه وتبقى 11 والهلال 10، واحنا بقى نقعد نلطم بقى ونجري وراه. لا إن شاء الله، ولو تعادلنا برضو إن شاء الله ممكن. يلعبوا رجاله بس واحنا نكسب اي حد. احنا اجمد مم. فرق في افريقيا، مش هم مش اجمد مننا ولا حاجه، هم شويه عيال صغيرين بيجروا كتير بس. إن شاء ان شاء الله. الله يا حبيبي، الله يكرمك. الله من مكسب إن شاء الله. ادعي كده. والماتش لو النهارده وقت رخم برضه، ودرجه الحراره هناك رخمه دلوقتي. الماتش الساعة 3 صح؟ اه ان شاء الله. إن شاء الله يا مكسب حبيبي بإذن الله. الله يكرمك. ماشي. ماشي يا حبيبي الله يكرمك. بعد كده يا جماعه ان شاء الله نتكلم بقى ازاي نلاعب الناس دي. الناس ديت هنضغط عليها ضغط عالي ولا نقف ونسيب لهم الكوره؟ للاسف الشديد الاثنين ما ينفعوش. هتقول لي ازاي؟ اقول لك لو سبت للناس دي الكوره الناس دي هتمسح بينا الملعب، لان الناس دي بيلاقوا بعض ومش هنشوف الكوره. لازم ما نسيبش للناس دي الكوره. طيب هنعمل ايه؟ زي ما كل الناس بتعمل وزي ما كل المدربين بتعمل في العالم. بره ملعبك لازم تعدي الربع ساعه الاولانيه ما يجيش في جول. ازاي؟ هي دي البدايه. لو بدات صح هتكمل الماتش صح. بدات غلط وجي في الجون في اول ربع ساعه، لا اله الا الله، يبقى قابلني بقى ونقعد نجري ورا الجون. عشان كده كولر راجل كبير وبيدير الماتشات الكبيره كويس، فلازم نفاجئ الناس دي. الناس دي بتطلع بالكره من تحت كويس، فنضغط ضغط عالي، وعندنا 3 في نص الملعب والثلاثه والاربعه اللي وراهم مكملين. الناس دي بتلعب لعبه واحده ولعبوها في الماتش الاولاني، بيلعبوا من ورا علي معلول لان عارفين ان علي طاير على طول. بيلعبوا بين علي معلول ومحمد عبد المنعم. لازم ديانج او حمدي فتحي واحد من الاثنين تمام يسقط معاهم، ومحمد عبد المنعم يعني مثلا حمدي بيعرف يلعب، حمدي يسقط بين محمد عبد المنعم وياسر، ينزل في النص، ومحمد عبد المنعم يميل ورا علي معلول عشان يعرف يغطي عليه. تمام. ومحمد لعيب كوره، والولد اللي بيلعب في الحته دي لعيب كوره بتاعهم صراحه، والباك الشمال بتاعهم عالي، بس خلاص هيقف لان هيلعب عليه بيرسي تاو. وهم في جنوب افريقيا بيترعبوا من حاجه اسمها بيرسي تاو.
وشفنا اللي حصل امبارح، كلهم كانوا امبارح بيتصوروا مع بيرسي تاو، ده رونالدو او ميسي بتاعهم تقريبا. كل الجمهور وكل الناس واقفه مستنيه بيرسي تاو عشان تتصور معاه. وبيرسي تاو على فكره عامل تمرين كويس، واحنا سمعنا انه عامل يعني تمرينه وتقسيمه ومركز جدا. وبيرسي تاو لو راجع لمستواه ما حدش هيلعب عليه في الاهلي خالص، اللي انتوا ما تعرفوش يعني. بس ربنا يصلح الحال وتمشي معاه واحده واحده ويبعد عنه الاصابات بس، لان اصابات بيرسي تاو كتير وكلها اصابات عضليه ورخمه، والاصابه العضليه دي بتتاخر، وما بترجع ممكن ترجع لك في ثانيه. عشان كده بقول لكم الراجل مش هيبدا باحمد عبد العال بكره. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لو بدا الاصابه اللي كانت عند احمد الشد ممكن يرجع في ثانيه. التمرين والتقسيمه بتاع التمرين حاجه، والماتشات حاجه ثانيه. الماتش فيه شد وجذب وجري واعصاب. التمرين ما فيهوش الحاجات دي. التمرين بيبقى ضحك وفرفشه وهزار كده، وبنلعب وبنعمل الخطه اللي احنا متعودين عليها. لكن ساعه الماتش بتبقى حاجه تانية، بتبقى شده اعصاب، والحاجات دي بتاثر على العضلات. فاحمد لسه راجع من اصابه عضليه، صعب قوي ان هو يخش في ماتش زي ده اساسي وفي جري كتير، واحنا عايزين حد ينزل زي طاهر يدافع مع علي معلول، وخاصه ان علي بيطير كتير. وهنلعب على المرتده على كهربا وعلى بيرسي تاو، هيكمل وراهم القندوسي. ولازم نضغط الناس دي من اول ربع ساعه. ربنا كرمنا وجبنا جون، لو ربنا كرمنا وجبنا جون خلاص الناس دي هتبدا تتلخبط، وممكن نجيب التاني. بكره ماتش ما فيهوش هزار، ما ينفعش نخسره. خسرنا الماتش نحسبها حسبه بسيطه، الهلال 9. الناس دي هتنزل بكره عايزه تكسب، لان هم دلوقتي تاني المجموعه. لو تعادلوا معاك بكره او خسروا منك بقوا 7 زي ما هم، وانت رحت 7 زيهم، بقوا هم تالت مش هيبقوا تاني. لان اول حاجه بيحسبوها في الاتحاد الافريقي المواجهات المباشره. هم متعادلين معاك هنا وانت هتكسبهم ان شاء الله هناك، يبقى هم تالت. لازم تعمل الحركه دي بكره عشان ينزلوا ماتش الهلال السوداني في السودان، الفرقه الحمى، اوسخ واضعف فرقه في تاريخ القاره، افشل فرقه في تاريخ القاره، مسمينها زعيم افريقيا وهي عمرها ما خدت بطوله افريقيا. تمام. واحنا اللي اديناهم الفرصه دي ان احنا خسرنا عندهم، مع ان احنا نكسب الشوط الاولاني 3 و4. فالناس دي هتنزل تمسك الهلال السوداني في السودان تعجنه، واحنا نمسك القطن في الكاميرون نكسبه، نبقى 10 زي بعض، واحنا نفضل اول، ويجي الهلال نكسبه عندنا. بس الهلال لو جاء ما يجي عندنا لازم يتغلب، ولازم الامن يوافق على الجمهور يزيد. احنا هنلعب ان شاء الله في استاد القاهره، مش هنلعب في استاد الاهلي والسلام. استاد القاهره 100,000 متفرج، يدخلوا لنا ال 100,000 متفرج او 50 على الاقل. الناس دي الهلال السوداني فرقه ناس بيكرهوا الاهلي طول عمرهم، طول عمرنا دايما نروح عندهم نطلع بالامن وبحراسه، ونطلع مضروبين، ونطلع كلام فارغ وقله ادب. مش هينفع الكلام الفارغ ده، لازم نكسب بكره باي طريقه. لو لعبنا رجاله، احنا اعلى لاعيبه في افريقيا واحسن ناس بتلعب كوره في افريقيا، واحنا احسن فرقه في افريقيا، وهم عارفين الكلام ده. والدليل ان هم عاملين حفله وفاتحين الجمهور الملعب للجمهور ببلاش، عشان هم مرعوبين خايفين، لان احنا اجمد فرقه في افريقيا معروفه. لو ده ولا ترجي ولا غيره. مش هنجيب سيره حد عندنا هنا في مصر، لان احنا مالناش دعوه بغيرنا. غيرنا بقى موقفه احسن مننا، مالناش دعوه برضه. نخلينا في حالنا وفي مجموعتنا، نطلع منها الاول، وما نروح لماتشات خروج المغلوب تبقى تفرق. بس نركز في ماتش بكره، اهم حاجه ماتش بكره. لازم بكره ما نخسرش، وفي نفس الوقت ما ننزلش نلعب على التعادل. لو نزلنا لعبنا على التعادل هنخسر. طبعا ده مدرب كبير وفاهم الكلام ده. وميزه كولر، عشان الناس اللي بتعيب في كولر بس، كولر راجل بيعرف يلعب الماتشات التقيله الكبيره سواء بره او جوه. تمام. بس اللعيبه هي اللي مش مساعده. هتقول اللعيبه مش مساعده ازاي؟ اللعيبه مرهقه. ما فيش يا جماعه حد بيلعب ماتش كل يومين وثلاثه، كل 3 ماتشات، كل 3 ايام يلعب ماتش. ما فيش ده في العالم. ليفربول هيلعب معانا بكره، هيلعب الساعه 2 ونص قبلنا بنص ساعه، وبعدين هيروح يلعب ريال مدريد يوم الاربع. عد بقى، حد واثنين وثلاث، مريح 3 ايام في النص. احنا بنلعب سبت وثلاث، بنريح حد واثنين. ما فيش فرقه الكلام، ما فيش الكلام ده. انت عندك تاني يوم بتريح، وبعدين تعمل تمرين، وبعدين تعمل تمرينة أساسية، وبعدين تريح. تمام. وبعدين تلعب ماتش. يعني لازم تعمل أقل شيء 3 أيام في النص، أقل حاجة. واتحاد الكرة بتاعنا قال إذا كنتوا هتلعبوا بره هنعمل لكم 5 أيام قبلها، وإذا كنتوا هتلعبوا جوه هنعمل لكم 3 أيام قبلها و4 أيام. مفيش الكلام ده، ما حصلش. تمام. عايزين الرجالة بكرة ينزلوا رجالة بكرة.
اهم ماتش في البطوله، والراجل قال الكلام ده، وكان بيقول انه هيلعب بالاحتياطي ماتش المقاولين، ما حصلش. وشفنا بعينينا اول ربع ساعه كسبنا 2-0، وبعد كده اللعيبه مش شايله رجليها. رجليها مش شايله. مفيش حد بيلعب بالطريقه دي. اللعيب ده عضلات. هتقول لي دوري انجليزي بيريحوا بيلعبوا سبت وحد، واللي بيلعب السبت يرجع يلعب السبت اللي بعده، بيريح 8 ايام او 7 ايام في النص. فارحمونا شويه. كويس ان الاهلي هيكمل في جنوب افريقيا لحد ماتش القطن الكاميروني، وبعدين يرجع يلعب ماتش القطن الكاميروني في الكاميرون. يبدأ هيطلع من جنوب افريقيا على الكاميرون، وبعدين يرجع على مصر على ماتش على معسكر المنتخب اللعيبه بتاعتنا طبعا. تمام، هترجع على معسكر المنتخب. وللاسف عندنا ماتش يوم 24 في مصر، وبعدين هنلعب ملاوي ماتشين، وبعدين نروح نلاعب ملاوي بره يوم 28، وبعدين نرجع نلعب يوم 31 مع الهلال السوداني في مصر. فربنا يسترها ونكسب بكره ان شاء الله ماتش رخم، بس مش صعب ومش مستحيل. احنا ما بنلعبش برشلونه ولا ريال مدريد ولا مانشستر سيتي ولا ليفربول، ولا بنلعب الناس دي لعيبه عاديه. كلهم لاعيبه شباب صغيرين. الناشئين بتوعنا لو لعبوا معاهم يكسبوهم. احنا مكبرين الامور ليه؟ انا مش عارف. اهم حاجه بس، لو والله يا جماعه لو اللعيبه رجليها شايلاها، ما لا صن داونز ولا اي فرقه في افريقيا تكسب. بس حرام، واحنا خسرنا الدوري السنتين اللي فاتوا بالطريقه دي. يجوا يضغطونا كل يومين ماتش، اللعيبه مش قادره. حرام. لازم يا جماعه بكره ان شاء الله نشد حيلنا شويه. مش هينفع ماتش بكره يفلت من ايدينا. مالناش دعوه بغيرنا. ماتش بكره مش هينفع يفلت من ايدينا. كل الناس عايزه الاهلي يطلع من البطوله. كل الناس اللي دور ال 16 15 فرقه في البطوله عايزين الاهلي يطلع منها. ال 15 فرقه اللي في البطوله التانيين، سواء الثلاثه اللي معانا، حتى القطن طالع عايزنا نطلع احنا كمان. تمام. والثلاث مجاميع التانيين ال 12 فرقه التانيين برضه مع الثلاثه اللي معانا عايزين نطلع منهم. ليه؟ لان هم عارفين الاهلي لو كمل في البطوله هياخدها، هيوصل للنهائي وهياخدها، والسنه دي هياخدها، يعني هياخدها. ما فيهاش كلام. بس نعدي ماتش بكره على خير ونكسبه. لان ماتش بكره ماتش مهم، اهم ماتش السنه دي للاهلي، اهم من بقيه ماتشات الدوري، اهم من اي ماتش بعد كده في دور الثمانيه يعني. لان الماتش بتاع النهارده هو اللي هيوديك دور الثمانيه. فلازم تكسب ماتش بكره باذن واحد احد. الرجاله يبقوا رجاله في الملعب. اللي يتعب الراجل يلحق نفسه بدري ويغير تغييرات بدري. جبنا جون، ما نتغرش، ونكمل زي ما احنا شغالين. وان شاء الله باذن واحد احد اللعيبه تبقى بكره رجال. اهم حاجه الاثنين بتوع نص الملعب، ديانج وحمدي فتحي. الاثنين دول لو بكره في مستواهم، وخصوصا ديانج كمان، تمام، ما حدش هيكحل عينين الاهلي بكره. بكره الاهلي ان شاء الله زي ما احنا قلنا، الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وايوه ومحمد عبد المنعم ومعلول، ده رسمي يعني عشان تبقوا عارفين، يعني ما فيش غيرهم اصلا عند الراجل. يعني الاثنين قلب الدفاع ما فيش غير دول. والثالث بتاعهم رامي ربيعه قاعد بره، حتى ايمن اشرف ما سافرش. فما فيش غير هما الاثنين دول اللي في قلب الدفاع، ورامي ربيعه الثالث بتاعهم قاعد بره، وطبعا مش هيبدا بيه. الناحيه اليمين هاني واحمد واسمه وخالد عبد الفتاح. وخالد لسه جاي من اصابه، والراجل بيحب خالد على فكره، بس ما اعتقدش انه يبدا بيه. هو هيبدا بمحمد هاني، ويحط قدام محمد هاني بيرسي تاو للمره المليون اهو، عشان تبقوا عارفين بكره بيرسي تاو هو اللي هيلعب، مش حسين، لان حسين لسه جاي من اصابه. حسين هيبقى ليه دور في الماتش. تمام. هو وقفشه واحمد عبد القادر. لو احنا ان شاء الله باذن واحد احد لسه متعادلين، ومش هجيب سيره الخساره، لان ان شاء الله مش هنخسر بكره. تمام. ان شاء الله طول ما احنا كاسبين، احتمال هينزل خالد، ممكن ينزل خالد عبد الفتاح، وممكن ينزل رامي ربيعه، وممكن ينزل مروان عطيه. دول التغييرات اللي هتبقى ورا عشان تساعد مع الناس. تمام. لكن الناس الكبار اللي قاعدين بره، اللي هم قفشه وحسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف، دول هيبقوا قاعدين بره تحسبا لان يكون في نتيجه سيئه لا قدر الله. ان شاء الله، ان شاء الله. مش عايزكم تتفائلوا، مش عايزكم تتشائموا ولا تتفائلوا. ايه اللي انا بقوله ده؟ مش عايزكم تتشائموا. ان شاء الله بكره باذن واحد احد ماتش مش صعب ومش مستحيل، ماتش سهل ان شاء الله.
ويكون ربنا بس يكرم ويكون في يومنا. يعني انتوا عارفين الكرة ديت، عشان احنا لعبنا كورة وعارفين الكلام ده للأسف، ممكن ما تبقاش في يومك. مش في يومك يعني ايه؟ يعني الكرة مش عايزاك. لو الكرة مش عايزاك هتبقى يعني ربنا يسترها ان شاء الله، ونبقى في يومنا بس، وتبقى الكرة عايزانا وعايزة لعيبتنا. واحنا ان شاء الله بإذن واحد احد زي ما قلت لكم اقوى فرقة في البطولة. ما عندناش منافس في البطولة غير سان داونز عشان تبقوا عارفين. والمدرب بتاعهم قال الكلام ده، قال ان احنا اقوى فرقتين في البطولة بنلاعب بعض. وكل الناس وكل المحللين في مصر وبره مصر عارفين ان دول اقوى فرقتين في البطولة. تمام. دول اقوى فرقتين في البطولة بيلعبوا بعض للاسف في مجموعة واحدة. والمجموعة احنا اللي عقدناها بخسارتنا ماتش الهلال في السودان. وطبعا للاسف برضو ان احنا معانا القطن عمال يتغلب من كله رايح جاي، احنا لسه ما لعبناهوش. تمام. يعني الهلال السوداني ده زي ما انا قلت لكم يعني افشل فرقة في تاريخ العالم. كسبت القطن الكاميروني في الكاميرون 2-0. تمام. وكمان الكرة عايزاهم اللي انتوا ما تعرفوش. يعني احنا شفنا الماتش وشفنا ماتشهم مع القطن في السودان. الكرة عايزاهم، ما عملوش حاجة غير الكورتين اللي جم جولين، وواحدة منهم ضربة جزاء. والعيال التانية مضيعين كتير صراحة، منهم كرة وهي 1-0 ما تضيعش، كانت هتبقى 1-1. ولكن هي الكرة عايزاهم، فاحنا عايزين بقى الكرة مش عايزاهم ان احنا بكرة نكسب نبقى 7، نودي لهم بقى ايه؟ نخبطهم في بعض. يعني ايه نخبطهم في بعض؟ يعني احنا بكره لو كسبنا هنبقى تاني. ليه؟ لان زي ما انا قلت لكم الاتحاد الافريقي بيحسبها بالمواجهات المباشره مش بعدد الاهداف. فانت في المواجهات المباشره مع سان داونز هتبقى كسبه ومتعادل معاه، تبقى انت تاني. هو يروح للهلال يقطعه، نوقع بقى الايه؟ الرجاله في بعض، نوقع الرجاله ايه في بعض، يقوم رايح الهلال هيستقبل سان داونز. سان داونز فرقه كبيره زي ما قلت لكم، من ثاني اقوى فرقه في افريقيا بعد الاهلي. تقوم ماسكه الهلال في السودان غاليان، تبقى 10 نكون احنا ربنا كرمنا باذن واحد احد كسبنا القطن في الكاميرون، نبقى 10 زيهم واحنا اول برضه. يجي لنا الهلال نعجنه، والهلال ده لما يجي مصر ما يتغلبش اقل من 5-6، مش عايز اقول 7-8. وليفربول مغلب مانشستر يونايتد 7. الهلال يعني مش مانشستر يونايتد حتى. تمام. فالهلال السوداني ده لما يجي مصر ما يطلعش من الملعب. مش ضارب، احنا ما بنضربش حد، ينضرب كوره. يعني يطلع شغل ان 5 والتاني 4، يتغلب 7-8-9 زي ما انت عايز تعد عد عليه. انتوا اللي مضروبين مش احنا. احنا ما كناش معاكم عشان انتوا اللي مضروبين. على لطفي مضروب، الشناوي مضروب، تمام، تهزقتوا، مسح بكم الارض، انتوا اللي انضربتوا هاتوا حقكم. فهتجيبوا ايه؟ هتجيبوا كوره يا رجال، مش هتجيبوا ضرب. ده صريحه. يجوا يتغلبوا 7-8، يتحطوا في ال 18 ما يطلعوش منها، ما هماش فرقه اصلا. يعني انتوا ما تعرفوش ان دول منتخب السودان اللي بيلعب في بطوله افريقيا المحليين اللي مغلوب من طوب الارض، مغلوب من غينيا وجامبيا ومغلوب هي 3 و4، مش مغلوب 1 ولا 2. تمام. يعني منتخب حمى وفرقه بلاطه. ربنا يسترها بكره، وان شاء الله باذن واحد احد نكسب بكره، ويكون الكره عايزانا، واللعيبه بتاعتنا تكون رجاله، واللي قاعد بره يكون قاعد مركز. اللي قاعد بره يكون قاعد مركز عشان لما ينزل يبقى نازل هو عارف هيعمل ايه. ما يبقاش قاعد بره على الدكه بيتفرج على الماتش زينا. اللي يقعد بره يقعد مركز مليون مره زي ما اللعيبه كلها بتقعد بره مركزه. انتوا لعيبه بتلعبوا في الاهلي، ما ينفعش يكون في لعيب بيلعب في الاهلي ومش عارف يركز وقاعد على الدكه، مش عارف يركز وهو في الملعب، مش عارف يوقف الكوره ولا يبصيها. انتوا بتعملوا حاجات ساعات بتجننونا واحنا قاعدين نتفرج على الماتش. انتوا لعيبه كبار، لعيبه انديه اللي بتلعبوا في النادي الاهلي، ومعظمكم بيلعب في منتخب مصر، والمحترفين بتوعنا كلهم بيلعبوا في منتخبات بلادهم. تمام. ان شاء الله باذن واحد احد يكون يومنا بكره ونفوز باذن الله. والتشكيل اللي احنا قلنا باذن واحد احد، يعني مش عايز اقول بنسبه 90% 100%، لا خليها 90% هو اللي هيبدا. وان شاء الله باذن واحد احد نشوفكم بكره بعد الماتش. السلام عليكم ورحمه الله.